ماتت في حادثة هنا في شارع جامعة الدول العربية. سهير محمد الباروني اتولدت سنة 37 في حي باب الشعرية في القاهرة. أصولها كانت راجعة لليبيا، وجدها سليمان باشا الباروني وكان ليه دور في مقاومة الاستعمار هناك. وبالصدفة دخلت التمثيل لما راحت تقدم في معهد التمثيل ومثلت مشهد بسيط واتقبلت على طول. أول ظهور ليها كان في فيلم أيام وليالي مع عبد الحليم حافظ في الخمسينات، وبعدها بدأت رحلتها بين السينما والمسرح والتلفزيون. شفناها في بين القصرين وقصر الشوق و30 يوم في السجن وفول الصين العظيم وغيرهم من الأفلام. وطبعا ما نسيناش دور فتحية في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وكمان شاركت في مسلسلات زي رأفت الهجان ومسرحيات زي هلو شلبي وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك وغيرهم كتير. وبالرغم من ان ادوارها كانت دايما صغيره ومش بطوله، بس كانت ادوار اساسيه وخفيفه الدم لانها ممثله شاطره بتسيب بصمه حتى لو في مشهد واحد. اما حياتها الشخصيه فكانت مأساويه. جوزها قرر يسافر لكندا، لكنها اكتشفت ان هو ناوي ياخد بناتهم ويسافر بيهم، فقررت تاخدهم وتهرب بيهم وتكمل حياتها لوحدها معاهم. لكن الزمن ما رحمهاش لتاني مره لما بنتها عفاف عملت حادثه عربيه وتوفت، بفقدان بنتي. وسهير بنفسها هي اللي غسلتها بايديها. ماتت في حادثة هنا في شارع جامعة الدول العربية قدام الوجيل. خدتها ورحنا، لقيت سيجارتي بتديني تليفون بتقولي عفاف عملت حادثة. جرينا على مستشفى الموظفين. تصور حضرتك لما اخش والاقي ابن بنتي امه عماله تصوت وهو ماسك المحلول كده، مفيش حامل يتشال عليه المحلول وهي صريخه يا ماما يا ماما يا ماما. لحد تاني يوم كانت توفت، وانا اللي غسلتها برضه مع بنتي التانية في دبي. فقالت ما تسيبش مامي لوحدها، فرجعت. فدول هونوا عليا بقى الموضوع. ومن بعد الحادثه وهبت حياتها لتربيه احفادها عمر وكريمه اللي كانوا بالنسبه لها الدنيا كلها. ورغم تاريخها الكبير ما نالتش التكريم اللي تستحق، لكنها اتكرمت من المركز الكاثوليكي ونادي الطيران. كانت فرحانه جدا باللحظات دي. انا بشكر المركز الكاثوليكي جدا 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 لانه افتكرني. انا ما فيش حد افتكرني قبل كده ولا بشهاده تقدير حتى في نص ورقه. وتوفت سهير الباروني سنه 2012، بس ضحكتها ولسانها الحلو لسه عايشين في قلوب الناس.